المغرب يفضح الجزائر في الأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء. قبل ذكر التفاصيل لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وهيا نبدأ. قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال في رده على ادعاء السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع إن بلاده تنتظر بفارغ الصبر تسوية قضية الصحراء بالقول: نحن هنا لأن الجزائر رفضت استئناف الجولة الثالثة للموائد المستديرة في إطار العملية السياسية. تتحدثون عن السلام لكنكم ترفضون القيام بدوركم بصفتكم مسؤولين عن الوضع الذي يستمر منذ نصف قرن. وفي رد على كلمة السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة خلال مؤتمر لجنة 24 بخصوص الاستفتاء، قال هلال: لقد تحدثتم عن خطة التسوية والاستفتاء، غير أنكم أغفلتم أن مجلس الأمن أقبرها منذ ربع قرن. دبلوماسيتكم سيد السفير تعاني من متلازمة التقزم. وأكد عمر هلال على أن هذا يعني أن الزمن توقف عند الجزائر في 1991 بشأن خطة التسوية، لم يتطور منذ إذن. بلدكم لم يساير تطور العالم، لم تعاينوا سقوط جدار برلين، لم تروا أن هناك 107 بلدا تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، تغضون الطرف عن عدد القنصليات التي تم فتحها في مدينتي العيون والدخل المغربيتين، كما أن الجزائر لم تدرك أن مجلس الأمن انتقل من خطة التسوية إلى الحل السياسي الذي يستدعي التفاوض بين كافة الأطراف، ولم تطلع على القرارات ذاتها التي تدعوها لاستئناف مسلسل الموائد المستديرة والتي تواصل الإصرار على رفضها. وبعد أن شاركت الجزائر في الاجتماعين الأولين للموائد المستديرة، رفضت المشاركة في الاجتماع الثالث رغم أن مجلس الأمن طالب بذلك. كما أشار هلال إلى أنه أنتم تتحدثون عن الصحراء وكأن لا مسؤولية لديكم. سيد السفير، أود أن أطرح عليكم سؤالا: المجموعة العربية التي انتخبتكم لتمثيل الدول العربية بمجلس الأمن كانت تحبذ بقاءكم في نيويورك للدفاع عن القضية الفلسطينية. لقد حضرتم إلى هنا منذ 3 أيام فقط لإلقاء كلمة حول الصحراء المغربية. أنتم لا تتحملون مسؤوليتكم التي انتخبكم المنتظم الدولي من أجلها بمجلس الأمن، بل فضلتم إعطاء الأولوية لأجندتكم الوطنية، أجندة الجزائر بشأن قضية الصحراء المغربية.